يا ترى دي اسمها ايه عندكم؟ عندنا هنا في مصر اسمها قرع عسلي. اللي بيتفرج عليا من خارج مصر، كل بلد تقول لي، اللي بيتفرجوا غرب عن مصر يعني يقولوا لي دي اسمها ايه عندهم في بلدهم. دي اسمها عندنا قرع عسلي. قطعتها وقشرتها وقطعتها مكعبات زي ما انتم شفتوا. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على الرسول، كله يصلي على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وحشتوني من الفيديو اللي فات، جايه لكم فيديو جديد وطريقه جديده للقرع العسلي. هنعمله صينيه بالبشاميل. يلا بينا نشوف القرع هنعمله ازاي وطريقتنا ازاي. وكل شيخ وليه طريقه. حطينا القرع يتسلق كده وحطينا عليه كوبايه ميه ونص كوبايه سكر. تمام كده؟ فاهمين؟ قولي لي فاهمين. بعد كده حطينا بقى ايه نعمل البشاميل. 3 معالق زيت ذره ومعلقتين زبده بلدي. اهي زبده بلدي. عليهم قد ايه دقيق يا ام جنة؟ عليهم 3 معالق دقيق بالظبط. الكميه دي وبالظبط المقادير دي هتطلع معاكم مظبوطه 100%. هنفضل نحمر كده الدقيق زي ما انتم شايفين. 3 معالق دقيق اهم. وهنحمر الدقيق وبعد كده هنضيف عليهم كيلو لبن. طبعا القرع العسلي فوائده عاليه جدا 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 وحلوه قوي لاطفالنا ولكبارنا كمان. فيعني اعملوه بالطريقه دي. طبعا هو في ناس كتير قوي ما بتعملهوش بالبشاميل. انا ما اعرفش بصراحه بيعملوه ازاي، بس انا طريقتي دي اللي بعملها حلوه جدا وطريقه حلو جدا. انا بعمله بصراحه عشان خاطر جوجو بنتي سنانها وجعاها. ادعوا لها يا رب ربنا يشفيها يا رب. هتعمل عمليه قريب. ادعوا لها كلكم دعواتكم كده الجنه ربنا يقومها لي بالسلامه يا رب. فطبعا لازم اعمل لها اي حاجه طريه عشان يا حبيبتي ما كانش حاجه طريه ما بتاكلش خالص. يلا بقى اللي مشتركش في قناتنا يشترك. انزلي اعملي دوسي على الاشتراك واعملي لايك. ده كيلو اللبن اهو بقشطته كده بحاله بميله كده كله نزل على البشاميل بتاعنا. ده بشاميل مسكر. وحطيت 3 معالق سكر. بعد اللبن حطيت السكر وبعد كده حطيت الفانيليا. فاهمين؟ قولوا لي فاهمين يا احلى واغلى متابعين في الدنيا. بحبكم في الله ونورتوني وشرفتوني وزودتوني. اللي زادوا عندي على القناة نورتوني. ويعني وجودكم على راسي من فوق. وكومنتاتكم يعني بيسعدني كومنتاتكم لما تحطوا كومنت حلو منكم كده. واللايك الحلو منكم بيسعدني والله. شجعونا عشان نعمل لكم فيديوهات كتيرة كتير. واللي ما اتفرجش على الفيديوهات اللي فاتت خشوا حطوا ده بقى على القناة واشتركوا فيها واتفرجوا على المحتوى بتاعنا وحطوا اللايك بتاعكم الجميل بيساعدنا وجودكم معانا في القناة. هنحط بكده فانيليا. حطينا 3 معالق سكر ودقيق والسمنة البلدي طبعا ودقيق الفانيليا. وهنفضل نقلب نقلب كده عشان ما تكلكعش. طبعا هي الحمد لله ما كلكعتش ولا حاجة وطلعت جميلة جميلة جميلة. طبعا هنجيب بقى صينية هنا بايركس. عندك صينية اي صينية بقى هتحطيها تعملي فيها. هتحطي في الارضية بشاميل زي ما انتم شايفين كده. وهنحط نص الكمية اللي عندنا من القرع العسلي. شايفين؟ قولوا لي شايفين يا احلى واغلى متابعين في الدنيا. بحبكم في الله وربنا يا رب يديمكم نعمة علينا. ويا رب تكبر القناة ومش هتكبر الا بوجودكم معانا. وشكرا لكل اللي شرفوني جداد على القناة. نورتوني وشرفتوني وعلى راسي من فوق. معانا الحشوة ايه؟ انا معايا عندي زبيب وعندي جوز الهند وعندي سوداني. انت بقى اي حشوة انت تحبيها حطيها لاولادك اللي بيحبوه. لو ما فيش حشوات خالص اعمليها كده اهوت. طبعا هتبقى برضو ان شاء الله جميلة وحلوة وفيها قيمة غذائية. القرع العسلي كله قيمة غذائية. فوائده كتير 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 جدا. غرقتها كده بقى وزبيب وجوز الهند وسوداني. وحطيت بقية الكمية الجزء التاني من الكمية بتاعة القرع ما عندنا. وهنسوي كده صينيتنا وبعد كده نحط البشاميل. قبل ما نحط البشاميل اللي فيه تكايه كده صغنونه هنعملها. وهي ايه؟ عارفين الصوص اللي نزل من بصوا اللي نزل من القرع العسلي؟ شايفين؟ زودت بيه البشاميل. يا سلام يا تكاتك يا حركاتك يا ام جنة. الله كل شيخ وليه طريقه وجربوا طريقتنا. بصوا بقى
طعمه طلعت جميلة جميلة جميلة، حتى كمان يعني ما حطيتهاش في التلاجة والله، وكانت تحفة. لما تتحط في التلاجة كمان بتبقى احلى واحلى، بس طبعا عشان احنا في شتا بقى اكلناها وهي دافية كده، كانت طعمها حلو قوي وجميلة. يلا حطي لايك بقى، اللي ما حطش لايك ولسه بيتفرج علينا يحط اللايك، واللي ما اشتركتش تشترك في القناة، وفعلوا زر الجرس واعملوا سيرش كده واتفرجوا على كل فيديوهاتنا، وحطوا لنا اللايك وكومنت حلو منكم بيسعدنا. حطيت على الوش زبيب وجوز الهند وزبيب وسوداني، ادها برضو طعم حلو قوي قوي قوي. جربوها وشوفوا طريقتنا، بقول لكم حطوا لايك. وتعالوا بقى نشوف الشكل النهائي. بصوا شكلها تحفة ازاي. تعالوا بقى نشوف الشكل النهائي ليها مع بعض. شايفين؟ وده كان الشكل النهائي بتاع صينية القرع العسلي. بصوا الشكل، واو. تعالوا بقى ندوق الطعم كمان، هنقطع وندوق الطعم كمان. طبعا هي لازم تتحط في التلاجة شوية، انا ما حطيتهاش، هي بردت بس ما حطيتهاش في التلاجة. شايفين البشاميل اللي بيبظبظ منها ازاي؟ يا تكاتك يا حركاتك. بسم الله الرحمن الرحيم. واو، شايفين؟ الله اكبر ما شاء الله. ايه رأيكم؟ شايفين؟ يلا ندوقها مع بعض. شايفين؟ ندوق بقى مع بعض. تحفة، جربوها مش هتخسروا. كله فوائد القرع العسلي ليكم ولأولادكم. لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واللي ما حطش لايك بقى لغاية دلوقتي، فين اللايك بتاعنا؟ حطوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان كل فيديو جديد ينزل يجيلكم اشعار بيه. هسيبكم بقى على خير ومع السلامة بفيديو جديد. ويا ترى الفيديو الجاي ايه؟ حذروا فزروا. سلام.